الزمالك امام مودرن وصافره انطلاق الشوط الاول. نصف ساعه على شوطين، مده كل شوط ربع ساعه، والبحث متواصل عن الاقتراب اكثر واكثر نحو بطاقة التأهل. بدون تغييرات الزمالك في الشوط الإضافي الأول، والكرة طويلة باتجاه سيف الدين الجزيري في الجانب الأيمن تحت ضغط من رزق، والكلمة ستكون العامل البدني. بدنيا سيتكلم العامل البدني في ما هو قادم. نص ساعة على شوطين، والكرة لفريق مودرن طويلة باتجاه العمق باتجاه حسام، لكن مقطوعة تعود من جديد فريق مودرن. انتهت المباراة بنتيجة 1-1، ولمودرن ما أراد في أنه يطيل وقت المباراة على نادي الزمالك. ودلوقتي التحركات والمحاولات من جانب نادي الزمالك لتسجيل الهدف الثاني، وطبعا خلاص هتستكمل المباراة والنصف ساعة حتى نهايتها، حتى ولو سجل فريق من الفريقين. محمد صبحي والتحضير الزملكاوي. امتد التحضير الزملكاوي لمدة 90 دقيقة كاملة، ولكن نجح مودرن في ايقاف نص ملعب الزمالك وايقاف تحضير وسط ملعب الزمالك. ودي الكره الطويله باتجاه الجزيري. نجح محمود رزق في الوقت الاصلي من المباراه انه يوقف خطوره الجزيري، ونقلات لمودرن في وسط الملعب علي وشيكا. تغيير اتجاه اللعب وصلت لمحمد دسوقي، ومن دسوقي لغنام. غنام على الدايره يبحث عن شيكا. طويله من غنام عند عبد الله حافظ، لكن بنتايج يا ولد يا لعيب. مجهود كبير من بنتايج في الجانب الايسر. فتوح في وسط الملعب بعد خروج دونجا. حسام حسن بعد دخوله للتشكيله. عبد الله حافظ وكره عرضيه لكن بعيده عن ارنولد ديبا والى خارج الملعب. بعيده الكره اللي فاتت من حافظ.